أما أم كلثوم العصر فهي ياسمين المشتركة المصرية في برنامج اكتشاف المواهب Arab Got Talent، حيث استطاعت أن تبهر لجنة التحكيم والجماهير العربية، كما أثارت حربا فنية بين النجوم العرب، بين منبهر بصوتها وبين منتقد. تقرير في الموضوع لملك سليماني. ياسمين موهبة مصرية استطاعت أن تخطف الأنظار من أول ظهور لها على مسرح Arab Got Talent، برنامج اكتشاف المواهب. أم كلثوم العصر هو اللقب الذي رافق ياسمين من إطلالتها الأولى، حين أدت أغنية سألوني لكوكب الشرق أم كلثوم بقدرات صوتية عالية، فأبهرت لجنة التحكيم وانتقلت إلى مرحلة النصف النهائي مباشرة، وشاهد أداءها الرائع على اليوتيوب أكثر من 120 ألف مشاهد. الله أداء ياسمين المبهر لم يشعل قلوب آلاف المعجبين فقط، بل أشعل أيضا حربا بين أسماء فنية كبيرة. بدأت بتعليق الفنانة الإماراتية أحلام على تويتر بأن صوتها مستعار لترد نجوى كرم بقوة، بعد أن قيمت صوتها بالجميل جدا وليس مستعارا، ليبدي بعد ذلك الكثير من النجوم رأيهم بصوت ياسمين بين مؤيد ومعارض، منهم أصالة وحلمي بكر ووليد توفيق. في أولى حلقات العروض المباشرة أهدت ياسمين أغنية أخرى لأم كلثوم لتكون حديث الإعلام العربي بصوتها الذي وصفته نجوى بالتاريخي، لتتواصل معها حرب الانتقادات أيضا، لكن الجمهور حسم الأمر واختارها لتواصل رحلتها الإبداعية. وبأنغام أم كلثوم نختم أوراقنا أو نطوي أوراقنا الثقافية لنهار اليوم. يلقاكم زميلي ملك سليماني غدا بحول الله. إلى اللقاء.